كل سنه كده يا رب بخير وبصحه وعافيه ان شاء الله. وفي ظل التطورات اللي موجوده حاليا احنا قدرنا نجمد قلبنا ونشتغل. تمام. بدأنا بنبحث ايه احدث او افضل الاشجار اللي موجوده في العالم تقدر تعمل عمليه تغيير في المناخ، وفي نفس الوقت لما نيجي نعملها غابات خشبيه تبقى مقاومه للاحتباس الحراري، ما يحصلش عمليه اشتعال بعد ما ننشئ الغابه. بحثنا لقينا شجره اسمها باولوني، في الاساس ليها تاريخ كبير جدا مع دول عالم كتير موجوده على مستوى دول العالم كتير جدا. بدانا شفنا ايه اقرب مناخ موجود لينا وجبنا الشتله بتاعته دخلناها مصر وبدانا نشتغل عليها انفيترو زراعه انسجه. تمام. وبدانا ننزلها في اراضينا هنا في مصر ونعمل منها امهات. وبدانا ناخد منها انسجه عن طريق الانفيترو، وبدانا نعمل لها عمليه اقلامه لغايه ما قدرنا الحمد لله نعمل لها عمليه استيطان في جمهوريه مصر العربيه. ممتاز. قدرنا الحمد لله نوصل بعدها لمرحله، بعد مرحله انتاج الشتلات قدرنا نوصل لمرحله انتاج الاخشاب. انتاج الاخشاب من الشجره دي؟ من الشجره دي، يعني الخشب ده من الشجر ده. اللي هو اعزائي المشاهدين، هذه الشتله اللي انا شاورت عليها في التقرير والشجره ديت النهارده زي ما حضراتكم شايفين هيقول لنا المهندس احمد مميزات بقى الخشب ده ايه؟ اتفضل. بدانا نبحث ايه مواصفات الاخشاب ذات الجوده العاليه، لانها تتوقف على مدى تاثرها بالرطوبه، تتوقف على مدى تاثرها بالحراره، تتوقف على مدى تاثرها بالمياه والعوامل الخارجيه، تاثرها بالحشرات السوسه او النمله البيضاء. لان ان اشجار البولونيا، اخشاب البولونيا مقاومه لكل الكلام ده ومتصنفه انها اخشاب بتصنف خشبونيوم. طيب هل ده من الشجر ده؟ يعني ده وده من الشجر ده؟ ده الوود بيلت. الوود بيلت. ده الوود بيلت. ده ايه موضوعه بالظبط؟ فهمني. الوود بيلت المخلفات بتاعه الاشجار بعد ما صنعنا الابلكاش. يعني بعد ما صنعت الابلكاش صنعت ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده بنقول عليه فينيل. ده مش ده اللي هو الشجر القشره؟ ده القشره. خشب القشره؟ اللي هي بلونها الابيض اهو موجود. اللي هو قدرنا نصنع منه بالتجزيعه دي والخشب. ده بيجاب منين يعني ده اصلا بيستورد؟ كان بيستورد؟ ده مش يعني من الخامات النادره جدا على مستوى العالم. واليابانيين من اكتر الناس اللي بيهتموا بشجره البولونيا، حتى موجوده في العقيده بتاعتهم. طب يعني عايز استفسر من حاجه. ده مش ده الورق اللي هو الشجر الجنيل اللي هو بيستخدموه في الاثاث والحاجات دي؟ بيستخدموه اللي احنا نعمل منه الواح الكونتر والواح الابلكاش. ده بيكلفنا كتير لما بنستورده بره؟ مليارات. هنا في مصر بيتعمل الحمد لله، وعندنا مصانعنا موجود. ممتاز. بياخدوا منه دلوقتي وشغالين زي ما سعادتك شايف كده. والحمد لله والشكر لله قدرنا نوصل لاعلى منتج موجود من اخشاب البولونيا. رائع. بتلاقي في تجاوب من الناس ولا الناس بتستغرب؟ بالعكس، احنا بندور على الخامه، يعني في اقبال شديد جدا على المنتج، لان مش اي خشب يقدر يطلع لك او يتلف على الروتنج زي البرايه كده، زي بتعمل قلم رصاص. منتجنا احنا بيضاهي الخارج؟ مش هنقول بيضاهي الخارج، هنقول بقى في نفس المستوى. ممتاز. الوود بيلس اللي بيطلع من ده وضعه ايه؟ احنا بقى المخلفات اللي طالعه من انتاج الاخشاب، النشاره والكلام ده، دخلناها في مكبس كبسناها بدرجه عاليه جدا. تكاد تكون الصبع بيوصل معايا ل 200 درجه حراره وجفاف زيرو. يعني احنا لو جبنا كوبايه ميه ونزلنا فيها الخشب هتلاقيه يسقط، الكثافه بتاعته بقت اعلى من كثافه ما يبوش يعني يسقط تحت. هنا انت قلت لي قبل الحلقه ان ده بيتم اشتعال، ده قدرنا نعمل حاجه اسمها، يعني عندنا في انتاج الدواجن او في هنتكي على انتاج الدواجن. العنبر بيبقى فيه لا يقل مثلا على حسب الساعه بتاعته بتبدا من 1000 لغايه 10000 لغايه 30000. ممتاز. تكلفه الطائر الواحد بيعدي 6 جنيه تدفئه بس. تدفئه 6 جنيه في قد ايه؟ في الدوره بتاعته اللي هي 35 يوم. 6 جنيه في 35 يوم ولا 6 جنيه في اليوم؟ 6 جنيه في ال 35 يوم. يعني الطائر الواحد. تكلفة الطائر في الدورة. الطائر الواحد. الطائر الواحد لو عنبر 10000 نضرب تكلفة الطائر في عدد. استخدمنا ايه؟ لو استخدمنا اللي هي الولاعات اللي بتستخدم بالجاز او بالغاز. حلو. يعني اذا لو استخدمنا الولاعات